السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. يا رب تكونوا جميعا بخير وأتم صحة وأحسن حال، يجعل سعادة الدنيا والأرض ما بين إيديكم، اللهم آمين يا رب العالمين. طبعا اللي فاكر معايا الفيديو اللي أنا عملت منه رقدت فيه لبن، طلعت منه جبنة قريش ورايب، فاكر إن أنا طلعت منه القشطة اللي في الطبق الأكربال الأسود ده، تمام. وكان عندي وش لبن كمان، يعني اللي في العلبة ده وش لبن، واللي في الطبق القشطة اللي طلعتها من 5 كيلو لبن، تمام. ان شاء الله بقى النهاردة، يعني انا اول مرة هعمل الزبدة، هخليها هخض الزبدة في الكبة. والله العظيم بقى اكتر من 20 سنة بعمل، لا مش اي، من بعد ما اتجوزت اكتر من 20 سنة بعمل السمنة بايديا، لما اعصاب ايدي باظت وكنت بخاف على الكبة وبخاف على العجان، واقول لا عشان ما يبوظوش يتحرق ومش عارف ايه. طلع الموضوع سهل جدا والله، يعني احنا بنخاف على نفس على الحاجة وما بنخافش على نفسنا. طب انا ايدي باظت وبتوجعني على طول، اعصابها تعبانة. فقلت ايه بقى، يعني بقالي يومين او 3 مطلعه القشطة، فقلت عشان متتركنش في التلاجة يعني وتغير طعمها او تمرر، هجرب في الكبة بما اني يعني ايه ايدي وجعاني. فعملتها، حطيت السلاح كده اللي هو البلاستيك، مش السكاكين اللي بعمل بيها اللحمة والبصل والخضار، لا. الكبة دي كده بتاعت خفق، يعني بتعملي بيها ايه، الكريم شانتيه، حاجات زي كده يعني، تمام. والله طلع الموضوع سهل جدا، ما اخدتش وقت، يعني حطيتها كده وهنبدأ نشغل عليها الخلاط كده، ايه الكبة على الهادي بقى، يعني ايه الاول هبدأ بالهادي كده وبعدين اسرع، وهكذا هسرع وهدي، مش هتاخد معايا 5 دقايق وهتبدأ تفصل وتقلب الزبدة على جنب. لايك بقى وشير وكومنت حلو شجعني. لو انتي اول ما تخشي عندي القناه اضغطي على جرس الكل عشان يوصلك مني كل جديد. ونذكر الله بقى، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، عاد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. والله العظيم الفيديو بتاع الجبنه ترقيد اللبن والجبنة بالطريقة الفلاحي والجبنة القريش والقشطة والرايب، يعني الفيديو انت عبالة عليه كام يوم، خطواته كتير في كام يوم، بعدين منزلاه كام دقيقة، مش عارفة مش جايب مشاهدات، مع ان يعني في شغل جبار والله، تعبت فيه يعني. صراحة انتوا الواحد بيتعب وبيحس ان التعب كله بينزل في الارض، مش كل الفيديوهات بتطلع لكم كده ب5 دقايق ب10 دقايق، يبقى هو ده التعب اللي احنا تعبناه. هنا انا بصور لكم القوام بتاع الكريم او القشطه بيوصل لحد فين، يعني او هو خلاص بدأ يتقل كده، هيبدأ طالما تقل كده خلاص هيبدأ يفصل بقى، ايه هتبص تلاقي الزبدة راحت على جنب واللبن راح في جنب تاني. طبعا بركة انا بتعامل معاه بحرص لان اول مرة اعمله في الكبة ومش حابة ان انا اخسرها، لان الكبة عندي من زمان قوي والانواع بتاعت اليومين دوت يعني بسمع ان هي بتبوظ على طول. فعشان كده هتقولي بعمل بحرص وكل شويه بهدي وبعلي. هنا خلاص بقيت عامله بقى، بدات تعمل زي الكريمه التقيله شويه خلاص. لو انتوا خدتوا بالكم من الشكل، هنا فصلت يعني بقت الزبده على جنب واللبن طلع في اللبن، الخض بتاعها طلع في جنب لوحده. يعني هو يعتبر ان الفيديو بتاع النهارده دوت تابع للفيديو بتاع الترويب اللبن، ترقيد اللبن او ترويبه والقشطه والجبنه القريش، ولسه يعني وهكذا، يعني لسه طبعا انا كنت ركنت طاجن فيه رايب هنعمل بيه ان شاء الله رقاق بردك مع بعض. والزبده دي بردك هتطلع لبن الخض، قلت لكم لبن الخض دوت احنا مش بنرميه، لبن الخض بيبقى حلو قوي في المعجنات، تعملي منه قرص، تعملي منه رقاق، تعملي منه اي حاجه بيطلع حلو زي الفل. شايفين بقى ما شاء الله الزبده فصلت خالص، ما فيهاش اي حاجه وما تعبتنيش وما اخدتش وقت. يعني احنا مش بنرمي حاجة، كل دي قشطة وبعدين القشطة واللبن بتاع النهاردة لبن جاموسي، يعني اللي هو أغلى حاجة. بنصفيها تماما، بتأكد انت صفيتيها خالص من اللبن الخضر اللي فيها، وبتبدأي تركنيها على جنب وبعدين ترجعي تاني تعملي نفس الحركة بمية بقى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلوا على النبي في الكومنتات كده، وعشان ناخد كلنا الثواب مع بعض والأجر كده، واكتبوا لي كومنت حلو واللايكات بقى متنسوهاش.
شايفين الزبدة ما شاء الله بجد، يعني مفيش احسن من حاجة طبعا تعمليها في بيتك. حتى لو هي هتاخد منك مجهود شوية، فهي في الاخر بتطلع حاجة نظيفة قوي، ووفرت عليكي في السعر كتير. قلت لكم مفيش حاجة بتترمي. دي الكسرونه اللي كان فيها اخر وش اخدته، فانا حطيت فيها لبن الخض نقلته فيها لاني عاوزة ادفيه وقت ما اجي اعمل بيه الرقاق. الزبدة خلاص ما شاء الله مفيهاش ولا نقطة خض ولا مية. بس انا بركز هنا هخلي كريم يناولني مية عادية خالص، بما اننا في الشتاء فالمية اصلا نازلة من الفلتر او من الحنفية بتبقى نازلة ساقعة. خدت اخر نقطة زبدة بردك في الطبق، وببدأ اشطف بقى الزبدة نفسها كده، اتأكد ان هي نزلت كل الخض اللي فيها مفيهاش اي خض، علشان لما احطها على النار ما تاخدش وقت معايا. وهنا كيمو ناولني طبق نضيف. عارفين بقى كريم بيبقى واقف معايا على طول بيساعدني. خلاص ايدي بقت خلاص نضيفه زي الفل، مفيش اي حاجه في ايديا. الزبده زبده، يعني هي عباره اكنك ماسكه حته عجينه ما فيهاش اي سوائل. بحط عليها الميه وبضغط عليها مفيش اي حاجه فيها. طلع كميه حلوه، بس طبعا الكميه دي كلها مش من 5 كيلو، يعني يعتبر نصها من ال5 كيلو، لان كانت قشطه صافي او اللي بيقول عليها كريمه صافي. شايفين لما بضغط عليها بصباعي عجينه بالظبط، هي عجينه ان شاء الله، يعني ما فيهاش نسبة غش حتى ب1%. هاخدها بقى هحطها على النار، مش هتاخد اي وقت على النار. الاول على نار عالية، وبعد كده ببدأ اهدلها النار مفيش 10 دقايق وبتكون خلاص يعني خلصت. واروح بقى اغسل الاطباق بتاعتي والحاجة بتاعتي اللي هي كلها زبدة دي. يعني الحاجة دي هيتعجن فيها والله، لان كلها زبدة اصلا ما فيش يعني. نضف الدنيا حواليا كده وتروح ريحة اللبن. جبت حلة نظيفة بقى وهبدأ احطه كده على النار. شايفين لبن الخض ما تفرقهوش عن اللبن الحليب، يعني شكله معاكي تقيل وفاتح ما شاء الله، يعني لونه شاهق وحلو كده. خلاص بقى هنا بحطها ما فيهاش اي اضافات ولا حط لها زيت ولا اي حاجه تانية. بعلي النار في الاول لحد ما تفك خالص كده، وبعدين اهدي النار وتبقي واقفه فرحه بقى، لان هي مش هتاخد وقت طالما ان انتي وصلتيها لدرجه ان ما فيهاش اي سوائل. فهي ان شاء الله مش هتاخد وقت معاكي على النار، ومش هتطلع مرته كتير. هي هتطلع لك كميه السمنه اكتر من المرته. يعني بمعنى اصح ما فيهاش هدر يعني. طبق المرطة اللي احنا بنطلعه مثلا من الكمية دي، لا مش هيطلع طبق مرطة، هيطلع حاجة بسيطة جدا. هنا طبعا كنت انا في الاخر سبتها. انتي لما بتطفي النار على فكرة الحاجة بتفضل سخنة، فبتشتغل عليها برضك تسوية. كان عندي البرطمان كان مطرحه سمنة، فمرضتش الصراحة بقى اغسله، يعني ايه الدنيا ساقعة وغسلت مواعين كتير مطرح اللبن. فقلت هي سمنة، يعني حطيت بقى نزلت بالسمنة كده اللي في الحلة. وزي ما قلت لكم قبل كده مش بحب اصفيها، لان انا بحب اشغل المرطة عشان ناكلها. بس المرطة هنا كانت غمقت مني درجة، يعني انا طفيت عليها، بس بعد ما طفيت عليها ونقلتها كانت لسه ما زالت الحلة فيها نسبة غلاء، بتغلي مع نفسها كده. الكمية دي حلوة قوي. الكمية دي 750 جرام، يعني كيلو الا ربع. طالعة كمية حلوة قوي لما تطلع من وش لبن، ومن 5 كيلو من قشطة 5 كيلو لبن، فهي حلوة قوي. لبن الخض اللي طلعناه بقى هناخد منه بردك حوالي كوباية حلوة كده محترمة، ننزل بيها على المرطة على نار هادية بقى، يعني تغلي معاكي وتهدي النار، ونحط حبة ملح. هتبص تلاقي كمية المرطة بدأت تفتح معاك شوية، لان هي كانت غمقت مني وهتزيد كمان. وهنا بعد السمنة ما بردت، انت استحالة تشتري في الايام دي تشتري سمنة بلدي جاموسي كده من بره ويكون فيها النسبة اللي هي اللون الاخضر دوت اللي هو المخضر الخفيف. دي كده زي السمنة بتاعت زمان خالص اللي اتربينا عليها واحنا صغيرين، كانوا اهالينا بيجيبوها. كنت تلاقيها كده فيها حبيبات كده مرملة كده، ولونها مخضر. اما تحطي المعلقة فيها تلاقيها حس ان فيها ايه، خضار الخير كده، مش الخضار اللي هي خضر، لا هي حس ان احنا بنقول عليه خضار الخير كده. شوفي المعلقة ما شاء الله، يعني بسم الله ما شاء الله طالعة مرملة وجميلة، والله ريحة وطعم لا في انضف ولا احسن من كده. انا بالنسبه لي بشتري، يعني بنشتري وقة السمنه البلدي الجاموسي ب460. الوقه بتبقى كيلو وربع. ما بشتري الكيلو من هنا من اماكن بتبيع برضك السمنه الفلاحي، عندي يكون ما عنديش
الكيلو تقريبا ب380. هنا بقى حبيت اوريكم برضك الفرق بين السمنة البقري اللي انا كنت مسيحاها معاكم برضك من فترة قريبة. بيبقى اللون دي لونها اصفر برضك حلو، اللي هي بتبقى برضك مش مغشوشة، بيبقى لها لون صفار معين كده غير اللي هي ما بيبقوا غشنة. دي انا كنت شغالة منها لاني كنت خلصت الجاموسي، فخلاص بقى عملت ايه، بنخلي ده الحاجة وده حاجة. لايك بقى وشير كومنت حلو يشجعني.